ممكن تكون القصة دي شبهك في حاجة في حياتك بقالك فترة عارف إنك محتاج تعملها، خطوة مهمة، قرار، أو حتى مواجهة مع نفسك. كل مرة بتقول مش دلوقتي، لما أبقى جاهز، لما أفهم أكتر، لما أحس إن الوقت مناسب. والوقت بيعدي والحاجة دي زي ما هي، لحد ما في يوم سألت نفسك وأنا ليه لسه واقف مكاني؟ في الأول قلت عشان محتاج أفكر، بس الحقيقة اللي بدأت تظهر إنك مش محتاج تفكر، إنت عارف بس إنت خايف تجرب وتفشل، خايف تبدأ وما تكملش، خايف تكتشف إن الصورة اللي في دماغك مش حقيقية. اللحظة دي هي اللي دكتور جو براون بتتكلم عنها في كتاب See Your Elephant. دكتور جو براون دي دكتورة علاج طبيعي متخصصة في تطوير الأداء الرياضي، عندها خبرة أكتر من 20 سنة في مجال رياضات الأداء العالي. اشتغلت مع أبطال رياضة عالميين وأكتر من 18 رياضة على مستوى النخبة. اشتغلت مع الأسرع في المية والأسرع على الأرض، وهحط لكم في الكومنت لينك البودكاست بتاعها. وعلى مدار سنين خبرتها لاحظت حاجة مهمة: أكبر عدو لأي حد من الرياضيين دول مش المنافسين، لكن الحاجة اللي بيحاول يتجاهلها جواه. فكتبت كتاب See Your Elephant اللي بتقدم فيه خلاصة خبرتها بشكل عملي عشان تواجه الفيل اللي بتلف حواليه بقالك سنين وبقى بالنسبة لك عادي، انت مش شايفه، انت اتعودت عليه وبقى جزء طبيعي من يومك. زي واحد دايما مضغوط ومش ملاحق، بس مش شايف انه بيقول لكل حاجة وعمال يحمل نفسه فوق طاقته، بالنسبة له ده بقى طبيعي. أو حد نفس المشاكل بتتكرر في علاقاته ونفس النهاية كل مرة مقتنع المشكلة في الناس، بس عمره ما وقف وسأل وأنا ليا دور في اللي بيحصل؟ دكتور جو براون بتقول إن رحلة التغيير بتمر ب3 مراحل. المرحلة الأولى هي الرؤية، مش هتشوف الفيل بسهولة لوحدك. ليه؟ لأنك جوه الصورة، عشان كده لازم حد من بره، صاحب تثق فيه أو كوتش يقولك الحقيقة حتى لو مش مريح. المرحلة التانية هي الاعتراف. لاحظ الأنماط المتكررة في حياتك، مش موقف واحد لكن النمط اللي بيعيد نفسه، نفس المشاكل، نفس ردود الفعل، نفس النهايات. وبعدين اسأل نفسك أنا محتاجة أفهم أنا بعمل إيه بيخليني أوصل لكده. المرحلة الثالثة القبول. وفي هنا فرق بين حد بيقول هما المشكلة مش أنا، وحد بيقول ممكن في حاجة أنا مش شايفها وأنا مستعد أشوفها. التاني مش أضعف، التاني أشجع. اسأل نفسك النهاردة ايه الحاجة اللي بتتكرر في حياتك وانت لسه شايفها عادي، ممكن تكون هي الفيل. لو عايز تعرف الأدوات العملية اللي بتساعدك تشوف الفيل بتاعك وتواجهه، الكتاب ده فيه الحل.